السلام عليكم حبيباتي، مساء النور عليكم. ان شاء الله تكونوا ملاح وبصحة جيدة. صلوا معي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. جيتكم اليوم حبيباتي بوصفة تهب الوصفة ولا اروع في اليوم الثالث من رمضان. اللي مش مشتركة في القناة تفعل زر الاشتراك، جاي ما تنسوهاش وكومنتير من عندكم يفرحني. وصفة اليوم اللي هي تشيز كيك المرجان كما سميتها انا. واش نحتاجو سيرسو. انا هنا عندي سيرسو قلب، تقدروا ديروه مدور، تقدروا ديروه كاري، دائما الحجم المتوسط. حبيباتي نحتاجو هنا نص كاس بودرة شانتيي، كاس حليب يكون بارد، كريمة المرجان أكيد اللي هي نعرفوها مشهورة بالبنة تاعها، لا كريم ليكيد 30% هنا دسم، نتأكدوا ديما منها هذه الحاجة، تكون خاصة بالحلويات، مغرف جبن أبيض أو جبن هنايا هذا فرماج ريجيم. نحتاجو 3 مغارف زبدة دايبة وباردة، ونحتاجو هذا الكاطو. نبداو بطريقة التحضير حبيباتي. نهزو الكاطو هذاكا نفرشوه كامل، نحطوه في ميني اشواغ ونرحيوه حتى يولي بودر خضار. نجيبو هنايا هاو الجاتو تاعنا وندوبوا الزبدة حبيباتي اللي هي 3 مغارف ولا 4 مغارف كبار، ندوبوها ونخليوها تبرد، ومن بعد نخلطوها مع الجاتو. كيما تعرفوا هنا مين نجيو حنصوروا كي نكونوا نخدموا وحدنا، ما يصرى والو حتى بيتيز. مي كي يعود التصوير اكيد نتشاتسي حاجه تتبزع. معليش حبيباتي نواصلوا لا فيديو تاعنا. هنا درت بالمغرف ما عجبتنيش، كمل درت بيدي، دخلت هذيك الزبده مليح مليح في الجاتو تاعي حتى نحسوه ولا مبلول هكا مرمل، مبلول باه يجيني خليط متماسك. نصبوا هذاك لو غاتو كامل في الساغسو تاعنا، ونجيبو فنجال والا كاس يكون السطح تاعها مستوي، معناها قاعده تاعو قد قد، ونبداو نسويو السطح تاعنا يعود عندنا سطح كامل قد بعضاه، ما يجيش جهه طالعه وجهه هابطه. باه من بعد كي نحيولو سيرسو حبيباتي راح تكون الخدمه تاعنا نظيفه، تكون كامله قد بعضها، باه تعطينا منظر مليح ومنظر جميل، تخلي العين تاعنا تتشهى هذيك هذا الجاتو تاعنا. كيما راكم تشوفوا حبيباتي سويت السطح مليح مليح مليح، ومن بعد جبت كويير صغيره وسويت كيف كيف الاطراف والا الجوانب، الناحيه داك الكاطو كامل ما نخليش لاصق في الساغسو، باه من بعد كي نحط لا كريم ما يلصقليش في هذيك لا كريم ويجيني منظرو باشع. تكون الخدمه تاعنا نظيفه، الخدمه تاعنا بروبر. نهزو هاد لو ساغسو حبيباتي وندخلوه للمجمد ما بين خدمنا لا كريم فقط باه الزبده تتماسك. هنا نجيبو باتور والا اللي تكون عندها بيترا، تحط نص كاس بودرة شانتي. نعاود لكم المقادير حبيباتي، ونحطو نص كاس حليب النص الاخر دوك نحطوه بالعقل. هاي لا كريم ليكيد تاعنا كيف كيف نصف كاس نحطوها حتى هي، ونبداو نشعلو الخلاط تاعنا بالعقل بالعقل حبيباتي، ما نشعلوش ضربه واحده قوي، بالعقل. هي لاموسه ديك تبدا تطلع، وإحنا نبداو نضيفو نصف آخر تاع الحليب ونخليوها تطلع بشوية بشوية حتى تعود عندي موس وإلا كريم تكون هكا متجانسة حبيباتي. كي فضنا الحليب ونتأكدوا بلي عندنا موس، تكون طلعت بيان متماسكة متجانسة. وش نديرو؟ نروح نجيبو كريمة المرجان ونزيدو نضيفو على هذاك الخليط مغرف كبيرة معمرة مليح من كريمة المرجان اللي راح تعطيها ذوق رائع وتمدلو ذوق رائع للتشيز كيك تاعنا، وتنحي هذيك الملوحة تاع الفرماج. حبيباتي بعد ما يتخلط مليح نضيفو هذيك قطعة الجبن اللي راح تمدلنا طعم رائع للتشيز كيك. كريمة المرجان واش دير لها؟ راح تعدل بين ذوق الملوحة والحلاوة في لا كريم تاعنا. هاو الخليط اللي نتحصلوا عليه حبيباتي، ما يكونش دايب خلاه، ما يكونش جامد خلاه، تكون كيما موس الجوزية، موس تكون عندنا موس. هذه هي حبيباتي. هنا واش نديرو؟ نروحو نخرجو من الكونجيلاتور لا سوغس تاعنا اللي حطينا فيها الكاطو، ونجيبوها ونحطو فوقها هاد لا كريم، ونسويو السطح مليح مليح كيما راكم تشوفوا معايا حبيباتي. هنا نهبطو لاموس تاعنا فوق هذاك الكاطو بالعقل برك واحده واحده، ونسويو السطح مليح مليح. اللي عندها سباتولا داك الصغير تخدم بيه. انا هنا كان ما عنديش، خدمت غير بهديه سباتيول الكبير. اللي عندها سباتيول كبير تخدم صغير بليدو
تخدم بيه وتسوي السطح مليح مليح. عقد ما سويتي سطح مليح مليح، عقد من بعد كي تنحي الساغسو راح يعطيك شكل رائع. هاي حبيباتي هنا حاولت نسويها انا فقط بالملعقه الصغيره اللي كان سطحها هنايا مليح جاي قد قد تسمى. سويته مليح مليح وندخلها للثلاجه حبيباتي، مش للفريجيدار، للكونجيلاتور لمده 4 أو 5 ساعات حتى تجمد معايا هنايا مليح مليح. هي من الأحسن هذيك سباتيول خير، راح تسوي لكم السطح مليح مليح مليح. هنا المغرب شوية شوية يبقى هاك، لكن حاولت قدر الإمكان نسوي السطح كما قلت لكم. عقد ما تكون عندكم تكون الخدمة نظيفة، عقد من بعد ما يخرج لكم الشكل رائع. هاني عدلته مليح مليح، أنا حاولت قدر الإمكان نعدل الخدمة تاعي باش تجيني خدمة نظيفة وخدمة ملاح. ندخلها هنا للكونجيلاتور حبيباتي لمدة 4 ساعات. أنا خليتها 4 سوايع، جمدت مليح مليح وجاتني بيان. هنا كان فضل لي شوية، وليت عندي هذا سيرسو صغير ما نخدم به لماسيدوان، حطيت فيه ودرت تشيز كيك صغيرونة خلا مديتها للبنوتة. أكيد وليداتكم راح يفرحوا كي تحضروا معاهم تحليات مثل هذه. ولادنا كل يحبوا الحلاوة كما نعرفوا، لكن لا إفراط ولا تفريط، ما نكتروش عليهم ومش نحرموهم خلا كيف كيف. هنا في حمام مريم كنت سخنت، جبت البول اللي فيه هذيك لابواط تاع المرجان، نحطها حتى ندوب مليح مليح كيما راكم تشوفوا معايا. هنا اختياري انا للتزيين اخترت بندق، على خاطر هي كريمه البندق. هنا للتزيين اخترت بندق. كيما تقدري ما ديري والو خلا، كيما تقدري ديري حاجه اخرى انت حبتها، شوكولا ولا كيما حابه انت. تزيين يقعد اختياري. هنا بعد ما خرجتها كيما شفتوا من الكونجيلاتور، جبت لا كريم تاعي اللي كانت دايبه، نهز ونحط هنايا ونحاول نسرع وانا نزرب خلا هنايا ونسوي سطح، لانه كيما نعرفوا لا كريم اللي من تحت جامده تجمد لي هذيك الشوكولا تاعي الدايبه وما يجينيش السطح مليح. هنا نكون شويه سريعه في تسويه هذا السطح اللي من فوق خلا، اللي هي كريمه المرجان كانت طبقه اخيره في التشيز كيك تاعي. صدقوني حبيباتي جربوها ما لكمش راح تندموا، راح تدعيوا لي بالخير، لانها تجي بنينه 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 ولا اروع. بنينه صح. نحاول هنا نسوي سطح حبيباتي كيف كيف اللي تكون عندها ديك سباتول دير بها هي خير. انا هنا ما كانش عندي سباتولا صغيره كما شفتوا، المول تاعي كما قلت لكم متوسط، يجي واحد 15 سنتيمتر كيك اللي تحب تعرف قداه ديمونسيون تاعو. هنا حبيباتي نسوي سطح مليح مليح كما راني نهدر معاكم. وللتزيين هنا عندي بندق كما راني نوري لكم، كنت حمصته شويه في الفور وزينت به تشيز كيك تاعي. بعد ما ديموليتو حبيباتي، ما صورتش معاكم المقطع تاع كي ديموليتو. هاو هنا في صحن التقديم تشيز كيك ولا اروع. شوفوا كيف زينته حبيباتي بالبندق، يعطيكم طعمه ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا وشهيدكم في الجنه حبيبات القلب ورفيقات الدرب. كنت قدمته هنا مع عصير الليمون اللي كنت خدمته كيما راني شاركت معكم الفيديو تاع تخزين الليمون. لقيته جاهز كي الحسنه كي نجبدو نقول الحمد لله اللي خبيته. كيما تعرفوا شهر رمضان نتعبوا فيه وندخلوا الكوزينه بكري، وبالسيف نكملوا ان شاء الله ربي نأجروا عليه. كل وقفه حبيباتي كل خطوه راكم تخطوها ربي راح ان شاء الله يجازيكم عليها كل خير. والله ما يضيعش خلاه اجركم حبيباتي مع ربي سبحانه. رانا نفطروا في الصائمين ورانا نتفنوا ورانا نطيبوا ورانا نقدموا لهم في اشهى الاطباق، اكيد راح نأجروا عليها. هاو تشيز كيك تاعي حبيباتي دورته لكم من كيما تشوفوا العين تاكل قبل القلب اكيد. وهذه هي هنا راني قسمت معكم طرف وكنت ذقتوا حبيباتي صدقوني ابن وصفه تاع تشيز كيك راح تجربوها، لا ماسكربون لا والو. في اخر الفيديو نقول لكم حبيباتي نتلاقاو في فيديو جديد. جاي ما تنسوهاش تهلاو لي في رواحكم ياسر وصحه بعد الفطور. سلام حبيباتي.